87 ل 95 كانت الفترة اللي تم فيها إنتاج أول سيارة بتصميم كامل من شركة سكودا، ده بعد انضمامها بشكل رسمي لفولكس فاجن. والغرض الأول من إنتاجها هو عربية اقتصادية بسعر مناسب عشان تحقق الانتشار الأكبر، والعربية دي هي سكودا فيفوريت. سكودا فيفوريت اتصممت كعربية هاتشباك متوسطة الحجم من 5 أبواب، وتصميمها كان مايل بشكل أكبر للعصرية. فمن الجزء الأمامي كانت بتيجي بكشافات عريضة، وفي المنتصف شبكة تهوية صغيرة، وتحتهم الاكسدام بشكله التقليدي مع كشافات شبورة في بعض موديلاتها. أما الجنبين فكانت بتتميز بمساحات زجاجية كبيرة مع برضو الشكل التقليدي للأبواب والمراية الجانبية. الجزء الخلفي بقى فكانت بتيجي بسبويلر في الأعلى وتحته إزاز خلفي بمساحة كبيرة، وتنزل شوية هتلاقي علامة سكودا في المنتصف، وأسفلها كشافات ستوب عريضة في الجنبين. التصميم الداخلي، العربية متواضعة جدا من حيث التجهيزات والكماليات، فهتلاقي نظام صوت يكاد يكون ضعيف وفتحات تهوية مكان التكييف على قدها. مش عارف بقى إذا كانت نزلت بتكييف في أي موديل من موديلاتها ولا لأ. أما المساحة الداخلية مقبولة جدا وتستوعب لحد 5 أفراد، لكن مش هيكونوا مرتاحين بشكل كبير. وبالنسبة للكراسي فالكراسي قماش والطابلوه من البلاستيك، لكن ككل التصميم الداخلي مناسب مع وقت إصدارها. وفي المجمل تصميم الفيفوريت قريب جدا من الفلاشيا، حتى في ناس بيفتكروها موديل من موديلات الفلاشيا. سكودا فيفوريت نزل بفئات وموديلات مختلفة، لكن مع نوع موتور واحد وهو ال 1300 سي سي، مع اختلاف القدرة الحصانية ما بين 53 ل 68 هورس باور، وده على حسب الموديل والفئة، مع فتيس مانوال 5 سرعات. ده بالنسبة للمواصفات الميكانيكية. أما المواصفات من حيث الأبعاد فالعربية كانت بتيجي بطول 3 متر 99 وعرض متر 63 وارتفاع متر 43، بشنطة خلفية بمساحة 280 لتر، وتانك بنزين بسعة 42 لتر، مع معدل استهلاك بنزين من 5 ل 7 لتر لكل 100 كيلو. الفيفوريت مع بداية نزولها كان فيه إقبال عليها، وده بيخلينا نبص لشوية مميزات. أول ميزة التصميم، تصميمه مايل للعصرية ومناسب قريب جدا من سكودا فلاشيا، ومع تعديل شكلها بيختلف. تاني ميزة مساحتها الداخلية، فبرغم انها هاتشباك الا ان مساحتها الداخلية واسعة وتتقبل 5 أفراد أو 4 بشكل مريح. ضيف بقى برضو مساحة الشنطة الخلفية، ومع إمكانية المقاعد الخلفية هتلاقي منها مساحة كويسة، لكن في الحالة دي هتستغنى عن الكنبة اللي ورا. صيانتها سهلة ومش معقدة، لكن هتحتاج منك اهتمام من وقت للتاني، ده غير ان كهربتها هتحتاج الافضل لصنايعي مختص لسكودا. المتانة ونظام التعليق، عفشتها قوية وتتحمل معاك بشكل كبير، نفس النظام هتلاقيه معاها في الصاج القوي. اخر ميزة السعر، سعرها كويس ومقبول ويناسبك لو عايز عربية في الفئة الاقتصادية. سكودا فيفوريت ما انتشرتش في مصر بشكل كبير، وده بسبب مشاكل واجهت العربية. أولها تجربة القيادة للفيفوريت للأسف سيئة، وده بسبب عزمها الضعيف والتسارع بتاعها السيء. ضيف على ده بقى الدركسيون التقيل واللي هيصعبها عليك في التوجيه، خاصة في الشوارع الضيقة. التجهيزات ووسائل الأمان، تجهيزات العربية تقليدية جدا ومفيهاش وسائل راحة ونفس النظام في الأمان، فالعربية مفتقدة لكل وسائل الأمان، وده بطبيعة وقت إصدارها.
قطع الغيار. وارد قطع غيارها ما تكونش موجودة بشكل كبير، لكنها بتقبل قطع غيار بديلة خاصة من فيليشيا. آخر عيب إعادة بيعها واللي تقريبا بطيء بسبب عدم انتشارها بشكل كبير في السوق المصري. الخلاصة بقى، تشتري سكودا فيفوريت ولا لا؟ من رأيي تستبعدها وتشتري الفلاشيا أفضل، خاصة وإنها قريبة منها في السعر، ده غير إنها منتشرة بشكل أكبر في السوق وإعادة بيعها أفضل. وممكن لو مش عايز الاتنين ففي برضه عربيات تانية هتلاقيها قريبة منهم في السعر بنفس الإمكانيات تقريبا. ده كان فيديو سكودا فيفوريت، ما تنساش اللايك والسبسكرايب. سلام يا وحش.